السلام عليكم. الفيديو ده هو الجزء الثاني لأول فيديو نزل على صفحة اليوتيوب بتاعتي، وكان عنوانه بتحلم تسافر انجلترا. كنا اتكلمنا فيه عن الفيزا اللجوء، وقلنا ان دي ما تنفعكش خالص دلوقتي، وقلنا ان كمان في انواع تانية من الفيز هي دي اللي تنفعك، وبدأنا نتكلم عن الفيزا الدراسة. تعالوا نكمل كلامنا عن الفيزا الدراسة. وبعتذر جدا للناس اللي كانوا مستنيين الفيديو ينزل بدري عن كده، ولكن لظروف شغلي انا فعلا ما كنتش قادر انزل الفيديو بدري عن كده. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس وتعمل شير لكل اصحابك، وان شاء الله اجاوبكم على اي اسئلة تحتاجوها. يلا بينا نتكلم مع بعض. طيب انا ممكن اساعدك في الموضوع دوت بان انا هحط لك في الديسكريبشن بتاع الفيديو في اول كومنت تحت هتلاقي جامعات كتير هنا موجودة في لندن، زي جامعة كامبريدج، جامعة اوكسفورد، جامعة باث، جامعة بريستول، جامعات كتير في لندن ويست، لندن ايست، حاجات كتير. خش ودور واقرا على الويب سايت بتاع كل جامعة فيهم وشوف ايه هو الكورس اللي انت عايز تقدم فيه. طيب دلوقتي انت قدمت على الكورس، هتقولي هدفع الفلوس ازاي؟ اولا فلوس الكورس انت بتدفعها اللي هي بما يعادل بالاسترليني حوالي 12,000 جنيه، ودي بتبقى اول سنة. اوكي، اول سنة هتدفعها ازاي؟ انا معلوماتي من الناس اللي بيتصلوا بيا وعايزين يسافروا انجلترا ان يعني بدون ذكر اسماء، بس كان فيهم واحد على اتم استعداد ان هو هيدفع لواحد ما يعرفوش اصلا، ولكن يسمع ان هو بيركبهم على قارب وبياخدهم على مش عارف بلد تانية، ومن بلد تانية لو ربنا كرمهم وعدوا يعني يروحوا على حتة تانية بعدها، ويفضل يتنطط من بلاد لبلاد في قارب في المية، وهيدفع للشخص ده 200,000 جنيه مصري. يعني انت على استعداد انك تدفع 200,000 جنيه مصري تروح في الطريق ده؟ ولا احسبها انت كده، شوف سعر الجنيه الاسترليني عندك النهاردة دلوقتي في الوقت اللي انا بكلمك فيه دلوقتي ده كام، واحسب ال 12,000 جنيه هيطلعوا كام. وكل اللي هتعمله انك هتروح تقدم على دراسة، وهتروح تقدم على فيزا، وهتخش السفارة من بابها وتعمل الانترفيو بتاعك، وهتيجي انجلترا راكب طيارة ونازل هنا عندك الستودنت اكوموديشن بتاعتك، البيت بتاع الطلبة اللي بيعيشوا فيه، وعندك اوراقك ومعاك باسبورك ومعاك كل حاجة. انما اللي بيجوا في مركب في البحر ومتهربين ويا رب يسترها عليهم ان هم ييجوا اصلا، اول حاجه بيعملوها اول ما بيوصلوا البلد هنا بيرموا كل الاوراق اللي معاهم، وهم اساسا ما بيبقاش معاهم اي حاجه، لان ما ينفعش ان يكون معاك اي ورقه. يعني ده اللي بيعملوه، ان هم بيوصلوا على شط البحر هنا المفروض ما يكونش معاك اي اوراق، لان لو الحكومه مسكوك هناك طبعا هيمسكوك، لو لقوا معاك اي ورق هيعرفوا انت جاي منين وهيرجعوك تاني على بلدك، يبقى انت كده ما عملتش حاجه. عشان كده بيخشوا من غير اي اوراق خالص. فتخيل انت كده، اقعد مع نفسك وفكر فيها، ايه هي احسن طريقه انت عايز تيجي بيها؟ عايز تدفع 200,000 جنيه لواحد ما تعرفوش وتتبهدل البهدله دي، ولا احسب انت ال 12,000 جنيه استرليني هيبقوا كام عندك بالمصري؟ وغير كده كمان لو الموضوع كله مشي وفعلا رحت السفارة واخدت فيزا دراسة ودفعت فلوسك، لما تيجي هنا لو انت حابب يعني انت ممكن تكنسل الكورس بعد كده، وبتقول ان والله الدراسة ما نفعتنيش، انا مش شايف نفسي في الموضوع ده. وده حقك في البلد هنا، ده حقك انك تعمل كده، فبيرجعوا لك فلوسك تاني. يبقى انت جيت انجلترا ولا ما جيتش؟ انت جيت. رجعت لك فلوسك ولا ما رجعت لكش؟ رجعت لك، وانت عايش وكويس وتمام التمام واهلك مطمنين عليك، صح كده؟
الكورس اللي انت هتقدم عليه لو مدة الدراسة بتاعته اقل من 16 ساعة في الاسبوع، من اول اي حاجة لحد 16 ساعة في الاسبوع، انت من حقك كمان انك تشتغل بارت تايم. يعني ما ينفعش تشتغل اكتر من 20 ساعة في الاسبوع. يعني ده كمان هتبقى بتدرس، ده لو عايز تكمل دراستك، وكمان بتشتغل 20 ساعة في الاسبوع بتعمل فلوس، وده حقك. فالفيزا بتاعتك هيبقى مكتوب فيها ان انت ليك حق الشغل لانك طالب وبتدرس، اللي هو اقل عدد ساعات اللي هو 20 ساعة في الاسبوع. يعني انت لو رحت في موضوع فيزا الدراسة انت في امان، فلوسك ممكن ترجع لك، فلوسك مش هتضيع عليك، ولو ليك مزاج تكمل في الدراسة هتكمل، وممكن توصل لحاجة كويسة في المستقبل، احسن ما تروح تدفع 200,000 جنيه لواحد والله اعلم هيعمل فيك ايه. طيب دلوقتي انت جيت انجلترا، تمام، ولما جيت خلاص انت جاي على فيزا دراسة وليك الحق انك تشتغل 20 ساعة، وما عجبتكش الدراسة فقررت انك تلغي الكورس، فلوسك رجعت لك. لازم تعمل الكلام ده في اول اسبوعين 3 لما تيجي. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ عادي تفضل قاعد في البلد، لان معاك فيزا لمدة سنة انك تفضل قاعد في البلد لمدة سنة اللي هي مدة الدراسة بتاعتك. في السنة دي انت بتشتغل وتقدر تعمل فلوس. في نفس الوقت انت ممكن تتعرف على حد، تتعرف على ناس، تكبر في شغلك، والمدير بتاعك في شغلك يقول ان احنا محتاجينه يفضل معانا، وفي الحالة دي يبقى انت كده خلاص بقيت جوه البلد. طيب لو ما عملتش اي حاجة من كل دوت، هتبقى فلوسك بتاعت الدراسة رجعت لك، وانت اشتغلت هنا لمدة سنة وشفت البلد وتعلمت حاجات كتير وشفت الناس وعرفت اماكن وتعرفت على كل حد تقدر تعرفه في خلال السنة دي. ارجع تاني بعدها مصر، انت كده تبقى بالنسبة لهم الشخص المحترم جدا المؤدب جدا اللي ادينا له فيزا لمدة سنة وجه قعد السنة ما عملش اي مشاكل ورجع. لو عايز تروح تقدم على فيزا تانية دي هتبقى سهلة جدا، بمجرد انك هتروح السفارة تحط الابليكيشن بتاعك هتاخد الفيزا، تقدر تيجي انجلترا تاني. وساعتها شوف انت عايز تعمل ايه، عايز تتجوز وتعيش هنا خلاص يبقى انت كده اخدت الجنسية، الموضوع بالنسبة لك منتهي. عايز تيجي تشتغل هتقدر ان انت هتكون جيت وشفت وفهمت وعرفت الدنيا فيها ايه، وفي كونتاكتس في الناس اللي انت تقدر تتعامل معاهم وتتكلم معاهم وتشوف شغلهم ماشي ازاي. وخصوصا الناس اللي عندها البيزنس بتاعها، واحد زي حالتي انا عندي البيزنس بتاعي، واقدر اقول ان انا كراجل بتاع بيزنس والله انا عايز اجيب الشخص ده يشتغل هنا، بس انا لازم برضو اثبت ان انا عايز الشخص ده يجي يشتغل هنا، ومفيش حد تاني في انجلترا يقدر يعمل الشغلانه اللي هو جاي يعملها دي. فدي المشكله، اي حد بتاع بيزنس مش هياخدك، لان في 100 مليون واحد زيك في انجلترا هنا يقدروا يعملوا نفس الشغلانه. ايه هي الحاجه اللي انت سبيشال فيها؟ فدي فكره مش هتنفعك. ولكن حته ان انت تيجي تقعد هنا سنه هتعلمك حاجات كتير، وبعدها انت بنفسك هتقرر عايز تفضل موجود ولا عايز ترجع. بص يا سيدي، هخلص لك بقى الموضوع خلاصة كل الكلام اللي انا قلته لك. بلاش تسمع كلام الناس اللي يقول لك عايز تسافر انجلترا روح عن طريق اللجوء وادفع لناس فلوس. دول ناس جم هنا في سنة 2011 ايام ما كان في مصر مشاكل بعد حسني مبارك والحوارات دي كلها انتوا عارفينها، بلاش نخش في كلام كتير. دول خرجوا من مصر عن طريق موضوع اللجوء وجم هنا انجلترا والحقونا يا جماعة واحنا عايزين نعمل لجوء، وهم دول الناس الموجودين هنا من سنة 2011. احنا دلوقتي في 2022. اوكي، نصيحتي ليك، عايز تيجي بطريقة قانونية بطريقة سليمة، وهي الفلوس اللي هتدفعها عشان تعمل اللجوء هي الفلوس اللي هتدفعها في الدراسة، ويمكن ترجع لك كمان. ولو كملت دراسة كله لمصلحتك وانت الكسبان، انت كده كسبان في موضوع الدراسة. فهي دي كل الحكاية. ولو حد عنده اي كومنتس اكتبها تحت وانا هرد عليها كلها. ولو حد عايز يعرف اي اسئلة زيادة اي حاجة تانية برضو يكتبها وهرد عليك. واشوفكم تاني على خير في
فيديوهات تانية، واسيبكم بقى عشان الدنيا بدأت تمطر. اشوفكم على خير.